في عام 1939 حاول مهندسين بريطانيين يرفعوا حجر واحد من أحجار الهرم، وظنوا إن الأمر هيكون سهل برفع عملاقة، لكن الحجر وقع وسحق الرفع بالكامل. كان وزنه 15 طن، وهو نفس الوزن اللي نقله المصري القديم بشكل يدوي قبل أكثر من 4000 عام. المفاجأة ما كانتش في الفشل، لكن في اللي اكتشفوه بعدها، لأنهم لما فحصوا أحجار الهرم ما لقوش أي آثار لعجلات ولا خطافات ولا حتى خدش واحد بيدل على الرفع. وهنا اتغير كل شيء. فهموا إن الأحجار ما اترفعتش أصلاً، لكن اتجرت على زلاجات خشمية فوق رمال مبللة، وده اللي قلل الاحتكاك للنص. وما كانش السر في القوة أو في الآلات، لكن في الحساب الدقيق والتوقيت والتنظيم. وكل ما يحاول العلم الحديث تفسير ما حدث، يبدو الأمر وكأنه أكثر استحالة. والسؤال الحقيقي، إيه هو السر اللي عرفه المصريون القدماء وما زلنا نجهله لحد دلوقتي؟ ولو حابب تغوص أكتر في عالمنا، ما تنساش تدعمنا بلايك وتشرفنا باشتراكك في القناة.